شاي بلبن بالسكر المكرمل. مشروب كده طعمه حلو، هو حاجة ما بين الشاي بلبن والشاي الكرك، وفي نفس الوقت كده فيه نكهة الكراميل، فميكس كده جميل وجديد في نفس الوقت وبيدفي وحلو أوي. لو أول مرة تشوفوني أنا يوستينا، تابعوني على كل حاجة. هنا عندي كوبايتين من اللبن. تقدري إن أنتِ تستخدمي طبعًا الكمية بتاعة اللبن حسب أنتِ هتعملي كام كوباية عندِك، تمام. يعني دي حسب الرغبة. وكمان ممكن تضيفي يعني عليها مَيّة، تبقى mix ما بين اللبن وما بين المَيّة، يعني كوباية وكوباية أو نُص كوباية ونُص كوباية. وهنا عندي معلقتين كبار من السكر، برضه ده حسب الرغبة وحسب أنتِ هتعملي كام كوباية، يعني ممكن أقل ممكن أكتر. وعندي هنا معلقة كبيرة من الشاي، برضه أنا هاعمل كوبايتين فضِفت معلقة كبيرة. وعندي 4 فصوص من الحبّهان وحوالي 5، 6 فصوص كده من القرنفل. حابة إن أنا أوريكِ شكله، اللي هو بيبقى عامل زي المسمار كده، ده بالنسبة للناس اللي هي ما تعرفوش. أول حاجة بقى هاعملها إن أنا في حلة على النار هاضيف المعلقتين بتوع السكر عشان يتكرملوا. يا ريت الوعاء اللي هنستخدمه أو الحلة أو الطاسة اللي هنستخدمها تكون لونها فاتح كده، عشان خاطر نشوف الدرجات بتاعة السكر وهي بتتكرمل وما يتحرقش مننا وطعمه يمرر. أنا ما حبيتش إن أنا أقطع الفيديو أو حاجة، حبيت إن أنا أوريكم المراحل بتاعة السكر وهي بتتكرمل، عشان الناس اللي أول مرة تعمله ومقلقة إن هي ما يضبطش معاها. بالاقي كده إن السكر أهو ابتدى يدوب معانا زي ما أنتم شايفين، وعامل كده زي العسل الشفاف، الشربات الشفاف. وبعدين بيبتدي يتحول لونه للبني، تمام. إيدنا فيه ونفضل نقلّب عشان ما يتحرقش من حتة، أو ياخد لون غامق معانا وبالتالي هيمرر. هنا بالنسبة لي اللون أهو تمام، يعني بني فاتح، مش عايزينه يغمق أوي. وبعدين هانزل عليه بكوبايتين اللبن، هالاقيه كده كتّل معايا، و هافضل إن أنا أقلّب فيه. ما تتخضوش، ما تقلقوش خالص، ابتدوا إن أنتم قلّبوا فيه هتلاقوه يعني في كام ثانية كده هنلاقيه فَك وما فيهوش أي تكتلات خالص، تمام. أنا ممكن تستخدموا المضرب، بس ما يعني مش محتاج مضرب ولا حاجة، أنا بالنسبة لي المعلقة كانت كفاية. وبعدين نزلت بالحبّهان والقرنفل. هابتدي برضه إن أنا أقلّب كده لغاية بس ما الروايح اللي فيهم كده تطلع. وبعدين هانزل بمعلقة من الشاي، تمام. طبعًا أنا حاطة معلقة عشان خاطر أنا هاعمل كوبايتين، لو أنتِ هتعملي كوباية يبقى نُص معلقة، تمام. وابتدي إن أنا أقلّب، أسيبه كده يغلي غلوتين، عشان بقى كل الحاجات اللي إحنا حطيناها دي تطلّع النكهات بتاعتها. أنا هنا باوريكم إن ما فيش أي تكتلات، وإن الكراميل داب معانا تمامًا في اللبن، وإن هو مش محتاج. يا دوبك بس خدت غلوتين كده زي ما أنتم شايفين، وهاطفي عليها. وبعدين أخدتها صفيتها بقى من الشاي والحبهان والقرنفل، ودلعت نفسي كده بقى وخدتها على البلكونة، وقلت أشربها كده برّه. حلو أوي على الصبح أو العصاري كده، وطعمه حلو ومختلف وبيدفي في الشتا. جربوها هيعجبكم أوي. ودي كانت وصفتنا، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. أشوفكم على خير في وصفة جديدة.